كاين ناس من هذه الامه يديروا الصالحات، يجيبوا اعمال صالحه، والاعمال الصالحه هذه الوسم نتاعها الكم نتاعها كجبال تهامه من الحسنات، جبال من الحسنات. جاوا عند ربي، عندهم صلاة، عندهم صيام، عندهم حج، عندهم جاوا عند ربي. كي جاوا عند ربي ما لقاوهمش، ما لقاو هذاك الأجر، هذاك الثواب، الحسنات، الصيام، وين هو راح؟ أين هي؟ ذهبت. قالوا كيفاش؟ أين هي؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم وأعمالهم. قالوا منا هادو كانوا إذا خلوا بمحارم الله كيفاش؟ انتهكوها. في بداية الدرس عرفوا واش قلت لك؟ قلت لك الجهاد تاع النفس أكبر من جهاد العدو. شوف الباب مغلوق، شكون شاف؟ تعرف شحال في عمرك؟ عندك 30 سنة وشباب، والمرة اللي تشوفك تطمع فيك، وناداتك امرأة جميلة وعندها ماشي عندها دار، عندها قصر، وجا السايق نتاعها يديك بالسيارة وفتحت لك الأبواب على مصراعيها ودعتك إلى الحرام، وانت تعرف واش راك تقول؟ تراك تقول إني أخاف الله. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. بينك وبين الله شكون شاف؟ وفي السبعة هذوما اللي هضرنا عليهم السبعة فيهم واحد آخر قال ورجل ذكر الله كيفاش؟ خاليا بينه وبين ربي. شكون شاف؟ بينه وبين الله كان قاعد في شومبرتو في الغرفة تاعو، كان في السيارة رايح من البليدة رايح لبومرداس، في الطريقة ويمشي طاك خطت في راسه، شاف الذنوب تاعو، شاف المعاصي، وقال ويا ربي وبدا يبكي. ذكر الله خاليا ففاضت عيناه بالبكاء خشية من الله عز وجل. وهنا نحبس شوية، سامحوني. العين إلا ما دمعتش راه كاين خلل. والسيارة الصباح كي دير المفتاح وتجي تحرك المحرك إذا ما ناضش كاين خلل. وهذه إذا ما دمعتش، إذا ما طاحوش الدموع هنا هكذايا، بالك عندك 10 سنين ما بكيتش من خشية الله، بالك عندك عام ما بكيتش، ما طيحتش دمعة من خشية الله. شوف إذا كان أمر تاع عاطفة تم تدمع عينك. تحب المثال؟ غدوة واش الخميس؟ غدوة الخميس علقوا القائمة تاع الناجحين تاع البكالوريا. هبطت انت للثانوية ضرب طلة ما لقيتش وليدك في القائمة، وش يصرى لك؟ دمعت عينك لخاطرش ابنك لم يكن من الناجحين، حركتك العاطفة. صح. واحد اخر ابتلاه ربي عنده مال، ابتلاه ربي هذاك الوزين صرات فيه حاجة هكذا احترق، شاف هكذا دمعت عينه. عاطفة. البنت عندها مشكل مع زوجها، رفدها في الليل وجابها، سمانتين ولادها دايرين بها. الأب هذه بنته قطعة منه، شاف الوضع ولادها دايرين بها وأمي وذا، دمعت العين. على ماش؟ بنته، وهذوك ولاد بنته.
كم دمعت العين من خشية الله. كم دمعت العين وهي تسمع لكلام الله. كم دمعت العين وهي في الصلاة. كم دمعت العين وهي بينها وبين الله. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. إذا ما فاضتش العين الحالة، يقولوا الجزائريين احنا منهم، يقولوا الحالة ما تشكرش. إذا ما دمعتش عينك من موعظة، رحت للجنازة ما تحركتش، عرف باللي كاين خلل. صرا لها بحال سيارة جات العقبة تاع البرواقية وبدات الدراطي، كاين خلل، تقول له احبس على اليمين. مشينا للموعظة وما تحركناش، كاين خلل. حضرنا جنازة وما تحركناش وما دمعتش العين، كاين خلل. سمعنا الموعظة الجنة والنار والموت والجزاء وما تحركتش النفس وما دمعتش العين، كاين خلل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اللي زكى نفسه بطاعة الله يرقى الواش إلى درجة التقوى. هذاك الخوف واش ولد فيه؟ قالوا وعظنا رسول الله موعظة بليغة وجلت منها القلوب، كمل شوف، وظرفت منها العيون. الغفلة تجعل الإنسان لا يصلي صلاة الفجر. احذروا، وراكوا في بيت ربي، وراكوا كبار وصغار وشبان وما شاء الله. احذروا أن تتركوا صلاة الفجر. احذروا أن تفوتكم صلاة الفجر. البركة تاع النهار، بركة تاع النهار، والفايدة تاع النهار نتاعك في صلاتك، في صلاة الفجر. احذر. وقد وصيتك والله شاهد عليك، لا تخرج من بيتك، تخليش النهار يطلع، لا تفوتك صلاة الفجر. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. الغفلة بعد شحال الساعة؟ أي 8. نوض هذه هي جات تنوضو، تقول له محمد، هذه زوجته، تقول له نوض راهي 8 وقت الخدمة. وعلى ما نوضتيش على 4؟ بصح انتي ما نوضتيش، كيف تنوضي؟ الجامع اللي يتعمر في التراويح وما يتعمرش في صلاة الفجر، نقولها لك ولا نقولها لك؟ ما تفرحش بها. صلاة التراويح، والجامع جيب الفراشة وما كفاش ودرنا والمقرئين، معليش راك على راسي وعيني، أنا دايرك هنا. كيفاش الصبح نلقاو صف واحد؟ تقلبت ولا كيفاش؟ خاش التراويح تاع شهر، صح الصبح من سن التكليف حتى نهار تموت، ماشي كيف. والثواب اللي تديه على صلاة الصبح ما تديش على صلاة التراويح. تعرف علاه؟ صلاة الصبح فريضة والتراويح نافلة، وأجر الفريضة عند الله أعظم من أجر النافلة. ما نخلطوش الأمور، كل حاجة في مكانها. ذكرنا في موسم الشتاء راه يأذن 6 غير 5،
ودوك يوصل الأذان حتى ل 36 دقيقة. كاين واحد الصبح واسمو 3:30 تاع الصباح. يقولوا ولاد البلاد يقولوا اجبد يا النمر. 3:30 تاع الصباح تما شكون تلقى الامام وتلقى موالين صلاه الصبح، صف ونص، الصف لم يكتمل. وكي تكون سيارتك مسافر وطيح في كاش قريه ولا دوار، تلقى الشيخ ومعاه 3 4 من الناس، والباقي وين راهم؟ صلاة الصبح، وهذا من الإيمان. واللي راهم يجوا ليها راح نبشركم واحد البشرى، قولوا الله يجعلنا منهم. قال النبي: بشر المشائين في الظلم. يلي راكم تمشيو في الظلمه وتجيو لصلاه الفجر وتجيو صلاه المغرب وتجيو صلاه العشاء، بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامه. يكسيك ربي من راسك لرجليك انت كامل النور يوم القيامه. وكاين واحد الصلاه نوصيك عليهم اذا حافظت عليهم يوم القيامه. كاين واحد الكرامه ما فوقهاش. شوف، كاين الجنه، كاين ربي يعطيك كتابك بيمينك ويثقل ميزانك ويعتق الرقبه نتاعك ويدخلك الجنه وتجوز على الصراط وتتنعم لداخل. هذو كلها نعم، ياك كلها نعم. بصح كاين واحد النعمه ما فوقهاش نعمه واحده اخرى، خلاص يعني هي الكرامه الكبيره كامل. تعرفوا شنو هي؟ ربي اللي خلقك، ربي يكشف الحجاب على وجهه، وانت انت فلان بن فلان الذي كنت تصلي الصبح وتحافظ عليها، وكنت تصلي العصر وتحافظ عليها، فقد اخذت بسببين اثنين لرؤية الله يوم القيامة. تشوف ربي عز وجل. قول الله يجعلنا منهم. عباك ربي يقول لهم: يا اصحاب الجنه، يقولوا: ربي لبيك وسعديك يا ربي، دخلتنا الجنه واعطيتنا الكتاب باليمين واعطيتنا الفضل واعطيتنا نجيتنا من الصراط، والميزان تاعنا كان ثقيل، واعتقت رقابنا من النار، ودرت لنا. يقول لهم: ربي مازال. واش كاين مازال؟ انا في الجنه، ننعم بالجنه، واش مازال؟ قال ربي: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يشوفوا ربي عز وجل. الرسول صلى بهم صلاة الصبح. نوضوا وصلوا صلاة الصبح، اتقوا الله. من العلامات السلبية في الأمة لا تصلي الصبح. هكذا، رجال نساء كبار صغار، إلا من رحم الله. لمن بنينا هذا الخير هذا؟ لمن في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. أنتم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. نوضوا صليوا الصبح. صليوا الصبح في الشتاء وفي الربيع وفي الصيف وفي الخريف. صليوا الصبح في رمضان. ورب رمضان عز وجل هو رب باقي الشهور، واللي يعبد ربي يعبد في محرم وفي صفر وفي ربيع وفي جماد وفي رجب وفي شعبان، ويعبد في سائر أيام السنة حتى يموت. واعبد ربك حتى يأتيك. قالوا: صلى بنا رسول الله صلاة الصبح. بعد قال الصحابي، قال: فوعظنا موعظة بالغة. قالنا واحد الكلام. الرسول عليه الصلاة والسلام كلامه وحي. قال: هذاك الكلام أثر فينا، وما كانوا ناس أتقياء، كانوا ناس مؤمنين ومخلصين. هذوك سادة
وأئمة وقادة، واحد الجيل ما شاء الله، قالوا موعظة بالغة وجلت منها القلوب. واش معناتها وجلت؟ الوجل أعلى درجة من الخوف، القلوب تاعهم وجلت من الله خوف. قال وظرفت منها العيون.